السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو لممرضة مع جثمان متوفي على التيك توك بيشعل جدلا في الجزائر. أوقفت السلطات الصحية الجزائرية ممرضة عن العمل بعد نشرها فيديو على منصة التيك توك قامت فيه بتصوير وتوثيق عملية تحضير جثمان أحد المتوفيين داخل مستشفى حكومي في حادثة أثارت جدلا واسعا. وظهرت الممرضة في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس السبت، وهي تصور المتوفي أثناء عملية تجهيزه داخل مصحة الإنعاش بمستشفى سليم بالجزائر العاصمة قبل تسليمه إلى عائلته، حتى إن جزءا من جسده ظهر عاريا قبل نشره على صفحتها بمنصة التيك توك. وأثار الفيديو موجة غضب وسخط كبير واستنكارا واسعا بين المستخدمين، بما اعتبر انتهاكا صارخا لحرمة الموتى وخصوصيتهم، وسط مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة الممرضة. وتعليقا على ذلك كتب المدون حكيم سطوف: أصبحوا يفعلون كل شيء من أجل رفع عدد المشاهدات على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن تعلق الأمر بانتهاك حرمة شخص متوفي. يجب التحرك ضد هذه الممرضة ومحاسبتها. ومن جهتها نددت الناشطة فريدة العبري بمحتوى الفيديو وعلقت بالقول: إن ما شاهدناه من واقعة تصوير ميت على يد ممرضة يعد خطيئة مهنية وأخلاقية، مضيفة أن للميت حرمة يجب صونها وسترها، داعية إلى محاسبة الممرضة حتى تكون عبرة لكل متهاون. بس مش معقولة يعني للدرجة ديت الممرضة تصور الميت وتجهزه وتعري وتخلي يعني جزء من جسمه أو أجزاء من جسمه تبان على مواقع السوشيال ميديا. وطبعا للميت حرمة، للميت حرمة. فعلشان كده الفيديو دوت انتشر على السوشيال ميديا وأثار جدلا واسعا. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.